متى يحصل المجلس النيابي المنضبط على خط العدل والقيم الرفيعة ورعاية الحقوق البشرية؟ أيكون بأعضاء جهلة؟ أيكون بأعضاء تشتريهم الدنيا؟ أيكون بأعضاء يستغفلون؟ أيكون بأعضاء يمتلكون الجرأة ويمتلكون الفكر والشجاعة ويمتلكون الإخلاص لكن لا منفذ لهم للإصلاح؟ دخلوا مجلسا محاطا بألف سياج وسياج من دون أن تخترقه كلمة حق أو لو قيلت فيه لما أفادت. مجلس إذا فرغ المجلس من كل صلاحياته المعروفة في الإصلاح وجعل جهازا من أجهزة السلطة التنفيذية التي لا تأتي أوجاع الشعب إلا من قبلها ومن قبل القضاء الذي تتحكم فيه، فإن في ذلك مصيبة الشعوب.